قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله يا رب، الحمد لله. على امتحان العربي بتاع الثانويه العامه النهارده، طبعا انتوا عارفين بنتي في ثالثه ثانوي، وبروح معاها وباجي معاها وربنا معاهم جميعا يا رب. الامتحان كان صعب، الامتحان كان تقيل، الامتحان كان فيه افكار كتير، كان فيه اسئله غير مباشره، وكان طلبه كتير طالعين زعلانين. بس عايزه اقول لكم دي مش نهايه الكون، مش نهايه العالم ان احنا نوقف الدنيا على الامتحان وصعوبته او الافكار اللي فيه وان هو فيه. هنقول الحمد لله ونستعين بالله، والخير جاي بإذن واحد أحد. انت عملتوا اللي عليكم يا أبطال، عملتوا اللي عليكم واجتهدتوا وتعبتوا وسهرتوا سنة كاملة، دروس وسناتر ومحاضرات وحاجات كتيرة كانت على المنصات. سهرتوا وتعبتوا، ما عشتوش أجواء كتيرة، بس الخير جاي وخليكوا واثقين يعني مليون المية. وده الكلام مش بقوله كده وخلاص، الكلام ده بقوله لبنتي ولنفسي ولكل أم ولكل ولي امر ولكل واحده فيكو او واحد فيكو في الثانويه العامه. ربنا مش بيحط اي حد غير في المكان اللي يستاهله ويستحقه، ما بيكونش ظلم ابدا. احنا ما بنعرفش طريق الخير فين، كلنا بنتمنى حاجات وعايزينها وفاكرينها ان هو ده هيكون الخير لينا وان ده اصلح واحسن واجمل، بس فعلا مش الاحسن، مش المناسب لينا. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما اختيارات ربنا افضل واجمل وانسب، فاحنا راضيين وبنحتسب وبنقول يا رب اختار لنا ولا تخيرنا. انا عارفة الامتحان كان فيه افكار وكان صعب وكان فيه حاجات كتيرة بتفاصيل كتيرة، واول الناس اللي اتخضيت وزعلت وكمان اللي يزعل ان فيه تسريب في الامتحان، وكمان السماعات الطلبة اللي بتنزل الحمامات وحاجات كتيرة كده. طبعا مش كل المدارس، يعني الحمد لله في المكان اللي احنا كنا فيه كانوا مشددين قوي، بس ممكن يحصل اي ثغرة كده او كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هم يبكي وهم يضحك. بصوا بقى اللقطة دي، قلت والله العظيم لشاركها معاكم، يعني اطلعكم من المود واطلع نفسي. تقريبا كل مادة بنروح نمتحنها او البنات بيروحوا يمتحنوها، طبعا في باب للبنات وباب للولاد، يعدوا بقى شوية ايه المواشي الحلوة دي. فقعدوا الستات يضحكوا، اولياء الامور قول هم دول طلبة الثانوية العامة، دول الطلبة هم رايحين يمتحنوا. ربنا يكلل تعبكم بالنجاح والفلاح، ودايما تكونوا متفوقين وتفرحوا وتكونوا سعداء وتفرحوا اهاليكم ونفرح كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. انا بدعي للناس كلها، الناس كلها بدعي لاولياء الامور يعني ما يكسرش بخاطر حد. قبل الطالب بيكون امه، بيكون ابوه، اخواته، اهله كلهم، لان البيت كله بيكون مضغوط، البيت كله بيكون متوتر، كلنا بنكون على اعصابنا. كلنا كنا يعني فاكرين امتحان، يعني في ناس بتقول الامتحان كويس، بس اغلب الناس بتقول الامتحان جاي صعب، في تريكات كتيرة فيها لف. النحو في اسئلة مباشرة للأسئلة، يعني سنة أولى نحو، وفي أسئلة تانية عايزة تفكير وتمعن عشان يعني نعرف المغزى ايه يعني السؤال عايز ايه، ولفة كده كتيرة تفاصيل. انا مش يعني بسمع من بنتي وبسمع من الطلبة، بس انا ما بطلع يعني بنتي بتخرج من اللجنة بحاول ان انا اسيطر عليها، اخليها ما تتكلمش في خلاص المادة. طلعنا من المدرسة ننسى ايا كان، حلو وحش، قدينا مش قدينا، حلينا مش حلينا، الامر خلاص احنا نركز في اللي جاي، عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجة نعوض في المواد اللي جاية ونعرف هنعمل ايه، هنحل ايه. والمراجعات يا بنات اللي بين المادة والمادة الايام دي، طبعا اللي جاية الكيمياء ان شاء الله. المواد الادب انا مش عارفة المواد الادب ايه المادة اللي جاية، عشان انا بنتي علمي علوم، ربنا يصلح حالها يا رب هي واللي زيها وما يكسرش بخاطر حد ابدا. ففي مراجعات قبل المادة، كل يوم بيكون في مادة وفي مراجعات، اللهم صل على سيدنا محمد. ومدرسين كتير بتعمل مراجعات، مدرسين كتير بمذكرات بقى اللي هي الملخصات اخر الوقت دي بتبقى حلوة، بتفيدكم. لو مدرس حلو انتوا مرتاحين معاه، مدرس انتوا بتستفادوا منه، مدرس انتوا بتقدروا تطلعوا منه بمعلومة. طبعا ناس كتيرة كانت بتواجه ان هي بدأت تبدل مع مدرسين كتير قوي بسبب ان هي مش بتفهم او مش بيوصل لها المعلومة ايا كان.
بس فعلا امتحانات الثانويه العامه بتكون حاله طوارئ للبلد كلها، الناس كلها بتكون مشدوده، حتى اللي مش عنده طلبه ثانويه عامه او حتى اللي كان عنده خلاص خلص او لسه مقبلين على المرحله. صدقوني الناس كلها بتكون على اعصابها، والناس كلها بتكون متوتره وخايفه وقلقانه. وفعلا فعلا تستاهل فرحه النجاح، لان الناس كلها بتكون فرحانه وسعيده ومبسوطه. وفرحه الناس مش قادره اوصفها لكم بتكون ازاي، حتى الناس الغريبه مش الناس القريبه. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يا رب يكلل نجاحكم بالفلاح والنجاح وصلاح الحال، ويجعلكم مجبورين. ربنا ييسر اموركم ويصلح احوالكم، ويفرحكم باللي تحبوه وتتمنوه، ويجبركم جبر يتعجب منه اهل السماء واهل الارض. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. كل اللي هنقدر نعمله في الفترة دي هو الدعاء. كثفوا الدعاء لأبنائكم، كثفوا الدعاء على قد ما تقدروا ليهم ولغيرهم ولكل الطلبة. ربنا يجعل يكونوا دايما مبسوطين، دايما سعداء، دايما متهنيين، يعوض كده صبرهم خير وتعبهم. انا زعلت البنات اللي طلعت تبكي، البنات اللي طلعت تعيط، البنات اللي كانت منهارة، البنات اللي كانت على اعصابها. زعلت قوي قوي وفضلت اهدي في كذا واحدة من البنات. طبعا في مراقبين بيكونوا كويسين وفي مراقبين بيكونوا اللهم صل على سيدنا محمد يعني قلبهم رهيف كده وحنينين ويقدروا يهدوا الجو للطلبة. طبعا انا بنتي حصل معاها موقف وحش قوي 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 قوي. واحدة من زميلاتها فضلت تصوت، فضلت تشنج، فضلت ترجع، فضلت يعني توتر كده في اللجنة. بدأ ينزلوها، طبعا كل ده بيضيع من الوقت. شوية تاني كان بيدوروا على سماعة، اللهم صل على سيدنا محمد، بيدوروا على السماعة ودوروا وفي الصف اللي بيه في بنتي، هنا في سماعة، هنا في تليفون، هنا في سماعة، هنا في تليفون. اتبرجلت. انا عن نفسي بنتي اتبرجلت، خافت، قلقت، مع ان معهاش حاجة، بس الاجواء نفسها والشدة نفسها فوترتهم، تعبتهم، خلت الوضع نفسه مش احسن حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. فبنتي بتقولي انا فضلت نص ساعة ما حلتش حاجة، خايفة متوترة قلقانة، شايفة الصفحة قدامي، الورق قدامي اسود، الدنيا سودة قدامي، مش قادرة اعمل حاجة، مش عارفة اعمل حاجة فين وفين. لما هديت والمراقب هداها وحلي يا بابا وحلي، وقالت له انا مش عارفة احل. فقلت لها خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل، عملت اللي عليكي والباقي على ربنا، واحنا راضيين وبنحتسب كل شيء. ربنا مش يكسر خاطر حد. انا عايزه اقول لكم اولياء الامور كانوا على اعصابهم وشدتهم وتعبهم ونفسيتهم. الوضع يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ربنا مش يكسر فرحة حد ابدا. بس اولياء الامور المفروض يراعوا حتة ان في طلبة اعصابهم بتتعب، هم اصلا مضغوطين وخايفين ومرعوبين وقلقانين، مفروض مش يزودوا على وتر يعني التوتر بتاعهم او قلقهم او خوفهم، يهدوهم، يحاولوا التفتيش لو هم خايفين من موضوع السماعات ولا التليفونات، المفروض هم يكونوا قبل دخول اللجنة. بحبكم في الله ومع